قلت له انا استنتجت ان لما الجيش المصري بينتصر مصر بتزدهر، لما الجيش المصري بينكسر مصر بتنكسر وانوارها بتنطفي. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف. اشتغلت بالصحافة من سنة كام؟ طول عمري بشتغل بالصحافه. يعني وانا في القريه طلعت مجله مطبوعه اسمها صوت القناه، وكان حبيبي وصديقي وقريبي اسماعيل النقيب بيطلع مجله حائط سماها المعزه. فاحنا كنا الاثنين صحفيين بنحلم بالصحافه، هو بيطلع مجله حائط وانا بطلع مجله مطبوعه. اتنقلت الجامعه، كنت انا المسؤول عن صحيفه الحائط بتاعه الاسر اللي كنت فيها، وبدات التدريب وانا في جامعه اسكندريه في جريده الجمهوريه. فمشواري بادئ من بدري، انما كصحفي محترف 58. ازاي بدأ مشوارك اعتبارا من 58؟ وانا بتكلم مع بتوع مكتب اسكندريه، اولا وانا بحسب وانا طالب قلت الاخبار زحمه مش هتلاقي مكان تتدرب، الاهرام زحمه مش هتلاقي مكان تتدرب، جمهوريه لسه جريده جديده فممكن تلاقي مكان تتدرب. فرحت خبطت عليهم، قالوا لي انت بتعمل ايه؟ قلت لهم انا طالب في حقوق اسكندريه بلعب رياضه في قطاع البطوله ومسؤول عن النشاط الثقافي والاجتماعي وكده يعني. فقال لي طب هات لي النشاط الرياضي. جبت له النشاط الرياضي. قال لي هات لي بتاع الجامعه. جبت له بتاع الجامعه. قال لي تقدر تجيب لي محاضر اجتماعات الكليه؟ جبت له محضر اجتماعات الكليه. قال لي تقدر تجيب لي محضر اجتماعات الجامعه؟ جبت له محضر اجتماعات الجامعه. فهو بص لي قال لي اسمع يا ابني، اسكندريه ضيقه عليك، انت تروح القاهره وتروح الاخبار وتقابل مصطفى امين، ما تقابلش علي، قابل مصطفى. قلت له ما عندكش سكه لمصطفى؟ قال لي انا نفسي بدور على سكه لمصطفى. اكل بدله واكل قميص واعقد الكرافته وانزل. مصطفى بيه موجود مسافر، مصطفى بيه موجود بيكتب، مصطفى بيه موجود لا في اجتماع. سنتين وانا باجي من اسكندريه او باجي من الزقازيق. فبعد سنتين زهقت، فانا داخل على مديرة المكتب، مصطفى بيه فين؟ قالت لي جوه بس مشغول. فروحت قالع الجزمه وقالع الجاكيته ومتربع على الكنبه اللي قدام منها. قالت لي اشرب قهوه واشرب الليمون وانزل وتعالى تاني وبشرفي هخليك تقابل مصطفى بيه. قلت لها انا بقالي سنتين اجي لمصطفى بيه وحضرتك يا مسافر يا بيكتب يا في اجتماع يا مشغول. ده شيء طبيعي انه يكون مسؤول، شيء طبيعي ان مصطفى بيه يكون مشغول، ايه المشكله يعني؟ بس 5 دقايق او دقيقتين مش دي اللي هتجيب نهايه العالم يعني. فانا بعد سنتين ما عنديش سكه غير ان انا هشوفه النهارده. اديني قاعد، حضرتك وافقتي ان انا اخش قبله كان بها، ما وافقتيش هستناه وهو طالع من المكتب يركب الاسانسير وهكلمه. فيبدو انها قالت له ده في الطالب اللي بيجي من جامعه اسكندريه قالع، فتصور ان انا قالع. فجاه بص قال لي عاوز تقابلني؟ قلت له ده منى عيني. قال لي تعالى. دخلت، ما كنتش عارف البس الجزمه ازاي واعمل الجاكيته ازاي، انما المهم دخلت وقعدت قدام منه.
وانا قاعد قدام منه انا حاسس ان انا عقاد صغير. ليه؟ قبل ما اخلص التوجيهيه كنت قريت مكتبه الزقازيق الثانويه كلها وعملوا لي حفله وادوني مجموعه كتب هديه، وكنت قريت مكتبه البلديه اللي هي المكتبه العامه. الراجل الامين المكتبه لما كنت كل يوم اروح له اغير كتابين او 3، فقال لي اسمع، انا افضل ان احنا نقرا بالرف بدل ما تيجي تدور على الكروت، نمشي بالرف. فبقى خلاص خلاني اقرا المكتبه بالرف. فانا حاسس ان انا العقاد. وبعدين كنت بدات، انت عارف اول الرقصه حنجله، اتحنجلت وبدات اكتب شعر، لقيتني مش سكتي مش ماشيه. اتحنجلت وكتبت قصص قصيره، كل ما اعرض على استاذ يقول لي هايل مبدع عظيم. قلت لا لا لا، المجاملات دي ما تجديش، انت تروح نادي القصه. فاخدت قصتين وديتهم لنادي القصه، اخدت المركز الخامس وال11. فقلت لا كده انت بقيت قاص، انت كده تكتب طالما اخدت الخامس وال11 اكتب. كتبت قصه سنه 64 وقدمتها للمجلس الاعلى لرعايه الشباب والرياضه، خدت المركز الاول. فانا قاعد قدام مصطفى امين وعارف ان هو اول ما هيسال هيكتشف ان انا عقاد. لقيته بيتكلم في كلام تاني. قال لي انت عاوز تشتغل ايه؟ قلت له يا مصطفى بيه انا عارف الاجابه الصح والاجابه الغلط. قال لي بتقول ايه؟ قلت له انا عارف الاجابه الصح والاجابه الغلط. قال لي ازاي؟ قلت له انا باجي عشان اقابل حضرتك بقالي 2 سنين. هو انت متصور حضرتك ان انا هاجي من اسكندريه او هاجي من الزقازيق اطلع على مكتبك يتقال لي مشغول او مروح؟ بنزل اقعد مع الناس، انت اشتغلت ازاي وبتعملوا ايه وكده يعني. فقعدت 2 سنين قعدت مع بتوع اخبار اليوم والاخبار واخر ساعه والجيل، فكنت بعرف معلومات من الناس. عشان كده انا عارف عارف الاجابه الصح والاجابه الغلط، لان 2 سنين بقعد مع الزملاء. قال لي طب قول لي الاجابه الغلط. قلت له انا اديب وعاوز اكتب قصه، وانا عندي فائز بالمركزين الخامس وال11 في نادي القصه. قال لي طب والاجابه الصح؟ قلت له انا عاوز اخش دار اخبار اليوم واشتغل فيها ولو ساعي ولو عامل اسانسير. مره في مره مصطفى بيه هيشوفني شايل كتاب هيقول لي ايه الكتاب ده، احكي له حكايه الكتاب. المره الثانيه هيسالني احكي له حكايه الكتاب، هيقول لي لا تعالى اتدرب معانا. ضحك. فقال لي طب تحب تشتغل ايه؟ قلت له احب اشتغل محرر عسكري. قال لي ليه؟ قلت له انت عندك وجدي قنديل مشغول في سوريا بعد الوحده. قال لي وانت ايش عرفك؟ قلت له يا فندم ما انا باجي واقعد مع الناس، فانت عندك نقص في القسم العسكري ده نمره 1. نمره 2 وانا بقرا تاريخ مصر اكتشفت حقيقه او ظهرت لي خلاصه. قال لي ايه هي؟ قلت له يا فندم ده كلام الكبار، ده انا ما ينفعش اتكلم فيه. قال لي اعتبر نفسك من الكبار. قلت له انا استنتجت ان لما الجيش المصري بينتصر مصر بتزدهر، لما الجيش المصري بينكسر مصر بتنكسر وانوارها بتنطفي. قال لي انزل اشتغل محرر عسكري. فبدأت. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف.